رحلت عن عالمنا منذ قليل الفنانة الكبيرة سميحة أيوب حسب ما أعلن الدكتور أشرف زكي لليوم السابع، وذلك عن عمر ناهز 93 عاما. والفنانة القديرة سميحة أيوب من مواليد عام 1932 بدأت حياتها الفنية عام 1947 في فيلم المتشردة وكان عمرها 15 عاما، ثم في فيلم حب سنة 1948، والتحقت عام 1949 بالمعهد العالي للتمثيل الذي أسسه زكي طليمات وتتلمذت على يديه. وبالتوازي مع دراستها كانت تعمل في المسرح والسينما، فقدمت خلال فترة الخمسينيات العديد من الأعمال منها فيلم شاطئ الغرام، وتخرجت من المعهد العالي للتمثيل عام 1953، وكانت آخر مشاركاتها السينمائية في فيلم ليلة العيد الذي عرض 2024، وهو من بطولة يسرى اللوزي وريهام عبد الغفور وعبير صبري ونجلاء بدر هنادي مهنا وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.